117 سنة يا أهلي، كل سنة وأنت طيب. صداع في رأس كولر، إيقاف القيد الزمالك، فسخ التعاقد والمقاطعة، أزمة في الكونفدرالية. قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعوا لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم آمين. أول حاجة عايزين نقولها كل سنة وأنت طيب يا أهلي، كل سنة وأنت طيب يا أكبر نادي، كل سنة وأنت طيب يا حبيب الملايين. 117 سنة يا أهلي، إنجازات وبطولات وجماهيرية وشعبية، وكل سنة وأنت أحلى وأكبر من السنة اللي قبليها يا أهلي. فسخ التعاقد والمقاطعة. ظهرت حملة على السوشيال ميديا تطالب بمقاطعة الأهلي لكوكاكولا أو فسخ التعاقد ما بين النادي الأهلي وما بين كوكاكولا. أنا تعاقدت مع شركة قبل ما يتم الأحداث دي، بعد كده ظهر إن الشركة دي بتدعم العدو بتاعي، فهل أروح أجري ألغي التعاقد وأدفع الشروط الجزائية والغرامات وأخسر تعاقد بالملايين يفيد النادي الأهلي؟ أنا دلوقتي رحت اشتريت موبايل دفعت فيه مبلغ محترم، بعد كده اتفاجئت ان الشركه دي بتدعم العدو بتاعي، هروح امسك الموبايل ارميه؟ لكن ممكن بعد كده لما اجي اشتري موبايل ما اتعاملش مع الشركه دي، هقاطعها بعد كده. ما تخلوش حد على السوشيال ميديا يقود حمله فالدنيا تسخن، فانت تخش في النص فتلاقي الكلام مولع، فتبدا تسخن، فتبدا تهاجم ناديك. فالحمله على النادي الاهلي، طب ما هو برضه الزمالك عندهم في سور نادي الزمالك ماكدونالدز، وماكدونالدز مقاطعه، وطلع ماكدونالدز من عندك، فانت ما تجيش تهاجم نادي تاني وناس تسخنك على اداره ناديك. فما ينفعش نضغط على الاداره ونطلب من الاداره افسخ التعاقد دلوقتي ومش مهم الشروط الجزائيه، ادفع الفلوس ما يهمناش، حتى لو هنخسر المبادئ ادعم القضيه. انت عارف مليار المية ان الاهلي هو نادي المبادئ، ان الاهلي هو نادي الوطنيه، ان الاهلي هو بيدعم القضيه الفلسطينيه وارسل مساعدات، وكلكم شفتوا الكلام ده. فما تحاولوش حد ياخدكم في حته مش كويسه. حدث شيء من شخص ما، خلاص فيما بعد انا مش هتعامل معاك تاني، ولكن ما تضغطش على ناديك، خليك ورا ناديك، ادعم النادي بتاعك. ده الموضوع باختصار. الموضوع اللي تاني معانا وهو ايقاف القيد بنادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا انا كنت قلت لكم قبل كده ان بسبب قضيه خالد بوطيب هيتم ايقاف القيد في نادي الزمالك، لان الزمالك عليه غرامه حوالي 2.5 مليون دولار لازم الزمالك يدفعهم في اسرع وقت ممكن. الزمالك ارسل لخالد بوطيب انه يتم تقسيط المبلغ، ولكن بوطيب رفض تقسيط المبلغ، وبالتالي هيتم ايقاف القيد على نادي الزمالك. صداع في راس مارسيل كولر. ايوه، عوده المصابين زي ما قلت لكم في حلقه امبارح، فكولر اصبح عنده وفره من اللاعبين، ربنا يا رب يحميهم من الاصابات. فكولر عنده لعيبه كتير لسه بيشوف مين الاجهز او مين اللي اقدر اضمه لقائمه المباراه. صداع في راس كولر، عايز مركز قوي في مباراه مازيمبي. وانا هنا عايز اتكلم في كذا نقطه، ان يا جماعه ما تحاولوش توهموا البعض ان الاهلي تخطى مازيمبي ووصل نهائي افريقيا، لا، خلوا بالكم مباراه صعبه جدا، مش سهله خالص. في اي لحظه لو مازيمبي لا قدر الله احرز في الاهلي هدف، سيناريو المباراه هيختلف تماما، هيتغير خالص. ناخد بالنا، اللعيبه تركز، يلعبوا بروح قتاليه شرسه جدا، لازم نجيب جون ونعزز الهدف بهدف، ما نستسهلش المباراه اطلاقا. طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. اخر موضوع معانا وهو موضوع الصراحه غريب جدا، ازمه في الكونفدراليه. طبعا مباراه ما بين اتحاد العاصمه ونهضه البركان. فريق نهضه البركان سافر على الجزائر في منطقه متنازع عليها ما بين الجزائر وما بين المغرب. راحوا فريق نهضه البركان ولابسين قمصان عليها الخريطه بتاعه المغرب اللي فيها المنطقه المتنازع عليها، وبالتالي السلطات الجزائريه رفضت دخول الفريق، وبالتالي الفريق ما عرفش ان هو يلعب المباراه. الكاف اصدر قراره باعتبار اتحاد العاصمه خسران بنتيجه 3-0.
هنشوف مباراه العوده هتكون 28 ابريل، هنشوف هيحصل فيها ايه تقريبا الحد القادم على ما اعتقد. هنشوف هتتلعب ولا ايه اللي هيحصل. ولكن احداث مؤسفه جدا جدا للاسف ما بين فريقين. في الاول وفي الاخر ده فريق جزائري، ده فريق مغربي، اتنين فريقين عربيين. فالصراحه احداث حاجه تضايق يعني ما بين العرب يحصل انشقاق بالشكل ده، او مشاكل سياسيه يخش فيها الكوره فتحصل ازمات. فهنشوف هيحصل ايه. دي باختصار قصه ازمه الكونفدراليه وازمه اتحاد العاصمه ونهضه البركان. كده حلقتنا خلصت ومواضيعنا خلصت. يا رب دايما تكونوا بافضل صحه وافضل حال. ما تنسوش الحلقه اللي جايه ان شاء الله هيكون معانا قائمه النادي الاهلي. اقول لكم بالظبط كولر استقر على ايه. هنحاول مع بعض نتوقع التشكيله المحتمله او المتوقعه للنادي الاهلي امام مازيمبي الكونغولي. كل التوفيق للنادي الاهلي. اشوفكم دايما بكل خير. شكرا لكم. السلام عليكم.